السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار يا جماعة؟ معاكم أحمد عمران، أهلا بكم في فيديو جديد وشرح جديد من شروحات لعبة أبطال الكرة الفرسان النظام 11 جو سترايكرز 2013. طيب، فيديو النهاردة انتم أو أنا يعني نسيت أعمله. عملت قبل كده في فيديو سابق على الكلمات السرية لفتح الشخصيات السرية في لعبة أبطال الكرة الفرسان 2013، ونسيت أحط الرقم السري ده، ما كانش ظاهر قدامي يعني. فلما حد طلبه مني افتكرت ان هو ما ضفتهوش في الفيديو، فقلت اضيفه بقى ليه لا. المهم الشخصية هي سان من الفيلم الخاص بالحلقة الكروس اوفر ما بين ابطال الكرة وبين الانمي اللي هو كان فيه. معلش لو نسيت اسمه بس اعذروني. اللي هو كان فيه آليين والكلام دوت، لو تفتكروا اللي هو بتاع فران يعني. المهم خلينا كده نخش على طول في ازاي نفتحه. مبدئيا عشان نخش عليه نخش تحت الاعدادات. طبعا اول حاجة اتأكدوا ان انتوا مش مشغلين الكيبورد الانجليزي اللي انا كنت عامل عنه فيديو برضه قبل كده. فلو عاملينه شيلوا العلامة من عليه، من الكودز، وخلوا لغة الكتابة بالياباني، لان احنا محتاجين الاكواد بالياباني. المهم هنخش على الاعدادات اللي هي اللي تحت ديت، وهنختار الاختيار القبل أخير. ده هيفتح لنا قائمة الكلمات السرية. أول حرف معانا بننزل هنا تحت ونختار رابع حرف في الصف الأول من على الشمال، اللي هو شبه حرف تحسه كده حرف ال أو عامل زي الزحليقة كده وفيها شرطة. تمام، ده أول حرف معانا. الحرف اللي بعديه هو اللي قبليه كده باتنين، تاني حرف في الصف الأول وأول حرف في العمود التاني من على الشمال. المهم اللي هو في شرطتين كده تحسهم حرفين منفصلين كده مع بعض. الحرف اللي بعديه هننزل تحت على اليمين، هندوس على الكلمة الزرقاء ديت، وهيبقى هو الحرف اللي هو شبه حرف ال H. فينه بقى؟ هجيبه لكم حالا. اللي هو أول حرف من على الشمال فوق أول صف العمود الأول. الحرف اللي بعديه هو الحرف اللي هو تحسوه شبه الجيم اللي جواه نقطتين في الصف الثالث العمود الرابع، أو العمود التاني من على اليمين في الناحية الشمال برضه. الحرف اللي بعد كده اللي هو تحسوه حرف تي على جي كده، اللي هو في الصف الأول العمود الرابع أو العمود التاني من على اليمين. الحرف اللي بعد كده هنرجع تاني على القايمة الزرقاء، نرجع من الأول يعني. وهيبقى حرف اللي هو تحسه شبه السي كده وفوقيه آه، هاشتاج كده. الحرف اللي بعديه هيبقى في ننزل للصف الرابع، هنلاقي أول واحد من على اليمين اللي هو برضو سي أو حرف ح فوقيه شرطة كده. نيجي على آخر حاجة معانا، آخر حرف معانا وهو السي، اللي هو مقلوبة دي اللي هتلاقوها في الصف الرابع العمود التالت. وبعد كده هنضغط على اوكي، والمفروض كده النسان اتفتح معانا. خلينا نتأكد بنفسنا ونشوف ايه الكلام. طبعا زي ما شايفين انا عملت اكونت جديد عشان ميبقاش في حد مفتوح خالص. وخلينا نكنسل الكلام دوت، وهنخش على قائمة اللاعبين بمجرد ما تحمل. تمام، حملت. نخش على اللاعبين، بسم الله. هننزل تحت لقينا سان، حتى هو الوحيد اللي مفتوح قدامنا. وبعتذر ان انا ما عملتش الفيديو المرة اللي فاتت ومظهرة السان. سان اهو قدامنا بالمهارات اللي بيبتدي بيها بي سي. ودي مهارات كويسة جدا كبداية لأي لعيب يعني. هو إمكانياته عالية، لكن هو طبعا مستواه مش أفضل شيء، لأن هو ما عندوش محاربين ولا درع محارب، وحتى مستوى تسديداته مش أعلى شيء يعني، معظمها مستوى تاني وكده. لكن هو طبعا لعيب في ناس بتحب تلعب بيه عشان شخصية من الفيلم وكده،
وتقريبا حصرية، مش عارف متأكد من الموضوع حصرية دوت. لكن سان هنا أساسا هو ملعبش كورة، لو تعرفوا أو لو شفتوا الأنمي هتعرفوا الفيلم، يعني هتعرفوا إن هو ملعبش أصلا كورة. المهم ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يعجبكم، وانتظروا إن شاء الله مزيد من الفيديوهات، وهنكمل شروحات اللي هي فتح التسديدات. فيا ريت الناس اللي بتطلب مني حاجات معينة استنوا بس عليا لغاية ما إيه، هتلاقوا في الآخر إن أنا نزلت لكم كل حاجة أنتوا عايزينها، سواء تسديدات، سواء مهارات درع محارب، سواء مهارات دفاعية، سواء مهارات مراوغة، كل حاجة كل حاجة إن شاء الله في اللعبة ديت هوريكم إزاي تفتحوها. وشكرا جدا ليكم على المشاهدة، ولو استفدتوا يا ريت تعملوا لايك، أهم حاجة اللايك، لأن اللايك بيساعد جدا في إن اليوتيوب يعرض الفيديوهات الخاصة بيا لناس أكتر. وأشوفكم على خير إن شاء الله، كونوا في أمان الله، السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.